السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب اشفي ابني عماد شفاء تام لا يغادر سقما، واشفي كل مريض يا رب، وفك كرب المكروبين، وانصر اخواتنا واهالينا في غزة وسوريا ولبنان والسودان والعراق. انصر اخواتنا واهالينا في كل زمان ومكان يا رب، واجعل مصر دايما بلد الأمن والأمان. اولا انا حقكم عليا على الفيديو اللي عملته امبارح على الناس المغتربين. انا عارفه ان الفيديو لمسكوا جدا، وان الفيديو الكلام اللي انا قلته هي المعاناه اللي انتوا بتعيشوها، بس انا كان لازم اتكلم عنها، لان الناس بتبقى شايفه ان المغترب ده اول لما بيسافر بيبقى حياته كلها بياكل كاجو فستق شوكولاته، بيحط برفانات اغلى نوع، بياكل كبسه كل يوم كبسه بس. وبيختلف الحيوان اللي فوق بقى، مرة جدي مرة خروف مرة جمل بقى، فهم بيبقوا شايفين حياة المغتربين كده، فتلاقيهم بصلك في كل قرش وما يعرفوش ان المغترب ده دفع كل يوم في الغربة، دفع كل درهم خده، كل ريال خده، كل دولار خده، اي مكان بيشتغل فيها دفعها من سنين وايام عمره، احلى ايام حياته. فحقكم عليا لو كان الفيديو وجعكم. نيجي للفيديو بتاع النهارده، منتشر خلال الفتره خلال الاونه السابقه، عشان ابقى عميقه. امبارح كان الفيديو نكت، فالنهارده هنزود الجرعه في الفيديو ده. ظهر ترند كده بتاع المدرسين. ايه الترند بتاع المدرسين ده؟ ان المدرس الطلاب بيدخلوا عليه في الفصل يخلوه يغمى عينه، مدرسه او مدرس، ويبداوا يخلوه يفتح ايده بالشكل ده. انا حاسه ان انا فتحت لجوزي ايدي بالشكل ده، حط لي بقى الفرد الشرابات الناقصه وما اعرفش ايه، خلينا ادور عليها. هند يفتحوا ايديهم يحطوا لهم بقى بسكوت، شيبسي، شوكولاته، عصير، كل انواع الحلويات. تحس المدرس مروح اخر اليوم خلاص، هو هيبطل شغله التدريس دي ويفتح سوبر ماركت. شفت فيديوهات كتيره، في اولها كانت مبهجه وفي اولها كانت حلوه، تحس قد ايه الطلاب بيبينوا للمدرسين بتوعهم امتنانهم وعرفانهم بالجميل. كانت الفيديوهات في الاول حلوه، بعد كده بقى بدأت تبوخ ازاي؟ بقى يعملوا مثلا طالبه، شفت فيديو عبيط جدا، طالبه عامله ان هي المغمى عليها وعمالين اصحابها يفوقوها، المستر يا عيني اتخض جه عليها جري بيشوف في ايه، بقى الحس الفكاهي، تحس روح بقى، عزب شو جواه. راحوا بقى مطلعين الهدايا والشوكولاتات والحبشتكنات والكلام ده كله. ناس كتيرة هجمت الترند ده وقالت لك ايه، الطلاب كفاية اللي بيدفعوه، كفاية اللي انتوا بتاخدوهم، مش ملزمين ان هم يصرفوا عليكم ويجيبوا لكم حلويات وشوكولاتات. انا ما شفتش الترند كده على قد ما شفته. انا لو مش حابب حد مش هجيب له حاجة، انت كمدرس مش هتقدر تجبرني ان انا اتعامل معاك كويس. فمعنى ان انا جبت لك شوكولاتايه او عصير او بسكوت او اي حاجه، فده نابع من احساسي ناحيتك. انا مش هعمل كده غير لو انا حاسس فعلا او انا حاسه فعلا ان انت تستحق. شفت الترند حلو لحد لما احنا بقى اي حاجه لازم نبوظها. تعالوا معايا شوفوا الفيديو ده، اتفضلوا في الصالون، اتفضلوا هنا، انا هعرضه هنا ولا هنا؟ لا اقول لكم، انا هعرضه هنا. الفيديو ده نفس القصه، جايبين المدرسه بتاعتهم حاجات وشوكولاتات، بيبداوا يلعبوا معاها ويرشوها بالكلب لحد ما يجي واحد برج الكلب اهو. جه واحد طالب من الطلاب بعد لما رش، انا مش ممكن اليوتيوب يخليني احذف الجزء ده علشان خاطر النار، فانا هحكيه لكم. المدرسه الولاد ادوها الهدايا وكل حاجه، بيرشوها برش التلج، راح جاي الحلوف ده من وراها وراح حاطط على الطرحه ولاعه. الناس تقول لك في الكومنتات لا ما يمكن ما كانش قصده، لا ده شكله يا عيني ده مسك الولاعه وولع في الوليه، ما كانش قصده، يعمل ايه؟ المدرسة الطرحة بتاعتها كلها يا عيني ولعت. متخيلين؟ ستر ربنا، احنا مش عارفين هي حصل لها ايه، حتى الان احنا مش عارفين هي حصل لها ايه. فليه ايه اللي انت عملته ده؟ انت المفروض الولد ده على فكره يتفصل من المدرسه، ده اولا يتعمل له استدعاء ولي امر، هو طبعا مش هينفع يتحبس، فنحبس امه وابوه. ليه بقى؟ سوء استخدام وتربيه، ده عشان ده ما ترباش ب5 ثواني. انت عملت مصيبه، انت عارف انت بتعمل ايه؟ اولا انت في السن ده معاك ولا عليه؟ اولا
يعني هم كبرهم قوي اولى ولا تانية ثانوي، فحضرتك شايل ولاعه ليه؟ خير بتتدفى عليها ولا بتشوي عليها ذره ما بين الحصص، ورايح مولعه عليه المدرسه؟ برضه مش فاهمه، بتولع في العلم احنا يعني، وبعد كده تقوم تولع في المدرسه بتاعتك؟ ايه ده انت مجرم، مجرم صغير بيتكون بقى، مجرم كده بيطلع ينمو من جواك، بتولع في المدرسه بتاعتك يا بعيد، يخرب بيت التربيه. جماعه معلش انتوا سقطتوا تربوا عيالكم يعني، في ايه يعني؟ احنا في ازمه كورونا دي قعدنا ونسينا كل حاجه، نسينا التعليم ونسينا التربيه ونسينا الشغل ونسينا نربي العيال؟ لا ما يا جماعه في اوبشن كده تربيه، العيال بتنزل نبدا نقول لك كيخ يا حماد، كيخ يا سوسو، ما نعملش كده عيب، ما بتولع في المدرسه بتاعتك؟ لا وواحد صاحبه بقى من وراه عمال يقول اهدى يا عم اهدى، يعني معنى كده ان انت اصلا قاصد تعمل كده، انت جيت بالولاعه وعند الطرحه بتاعتها، يعني مثلا مش اقول لك كنت ماسك الولاعه عامل حبيبار زي توزو مثلا ولا اي حاجه، لا ده انت ماسك الولاعه ورايح عند المدرس. ايه يا ابني ده؟ ايه ده؟ اقسم بالله لا انا لو من وزير التربيه والتعليم اصله مش فاضلنا دلوقتي، هو قاعد بيدي قرارات وقاعد بيشوفوا يعمل لنا ايه في في الترم الثاني، فالدماغ مش معانا. انا بقى لو من حد مسؤول انت تتمنع من التعليم، لان انت مجرم، انت فعلا مجرم لما تولع في المدرسه بتاعتك بالشكل ده، انت مش بني ادم. يعني تخيل شعور المدرسة دي وهي لاقية نفسها بتولع، وخلي بالك هو في منطقة سهلة جدا ان هي تولع، لان الطرح اغلبيتها يا الا ستان يا اما ايه، يا الا دي يا اما ستان يا اما الحاجات اللي هي الشيفونات، وتحت بقى الطرحة شعرها، يعني مسافة ما يمسك النار في شعرها لا قدر الله يبقى صعب جدا تتطفى. انا عايز اشتم، انا عايز اشتم بجد. ايه يا جماعه؟ والله العظيم انت لازم تاخد اقصى حاجه في العقوبات، لو في حبس تتحبس، اصلاحيه عادي تتحط في اصلاحيه، انت عامل مصيبه ومرتب لها، انت عمال ماسك الولاعه عمال تحمى حوالين الست، غرقت لها شعرها وراسها، انت انسان مش طبيعي، والعيب مش عليك انت لوحدك، العيب على اللي في البيت. ما تقوليش اصل احنا لا لا، انا لو مربي ابني او بنتي ممكن يعمل غلطه، ممكن يعمل حاجه مثلا، بس الغلطات هتبقى في المتناول، يعني مثلا انا معلمه ابني انه يصلي، ممكن في يوم يجي ما يصليش، او في فرض يسيبه، او اساله صليت فيكذب عليا يقول لي ما صليتش، فيقوم بسرعه يلحق نفسه يصلي، لكن دي جرايم، دي جرايم. ممكن واحد وهو بيهزر مع اصحابه يقل ادبهم، يزقوا مثلا يضربوا ضربه مش كويسه، برضو دي حاجات تعدي، لكن دي جريمه، دي جريمه، فانت ما شفتش بربع جنيه تربيه لا انت ولا اهلك الصراحه. يضربوا ضربه مش كويسه، برضو دي حاجات تعدي، لكن دي جريمه، دي جريمه، فانت ما شفتش بربع جنيه تربيه لا انت ولا اهلك الصراحه.